السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في تطبيق جديد من تطبيقات الرندا العصرية بالألوان على قناتكم أم رياض رندا. اليوم إن شاء الله غنشوفوا هذا الشكل الأنيق والراقي جدا الذي هو عبارة عن دائرة بالمثلثات. يعني كنخدموا دائرة ولكن هي عبارة عن مثلثات متشابكة مع بعضها البعض. احتاجنا باش نخدموا هذه الدائرة 8 ديال الألوان، يعني 8 ديال المثلثات، كل مثلث بلون، واللون ديال الارضيه او اللون ديال الطوب هو اللون التاسع. كيجي هذا الشكل انيق وراقي وسهل في الخدمه ديالو، يعني ما فيه شي تعقيدات، فقط انكم غادي تتبعوا جميع التفاصيل اللي غنعطيكم في التطبيق. الحاجه الاخرى اللي بغيت نشير لها البنات هو ان هذا التطبيق انا عملته على 35 غرزه. هذا التطبيق مصغر، عملنا على 35 غرزه. اللي كنقوموا بالتقسيم ديالها كنبداو بهاد المثلثات 10 غرز على 10 غرز عفوا، وهنايا عندنا 15 غرزه. في حاله ما اذا كنتم غادي تخدموا موديل اكبر فممكن تستعملوا 42 غرزه. هاد المثلث كتاخذوا فيه 12 غرزه و12 غرزه على هذا الجانب، وهنا كتخليو 18 غرزه كتدخلوا تخدموا بها هذا اللون الاصفر او الالوان اللي اخترتوا نتوما على حسب الثوب اللي عندكم او الاختيار ديالكم. هذا ما كان البنات. الان غادي ان شاء الله ندوزو باش نشوفوا التطبيق ديالنا من الاول وبالتفصيل الممل وبالشرح ميسر وبسيط للمبتدئات. نتمنى ان الشكل يعجبكم. نتوما ما تنسونيش بدعم القناه باشتراك ولايك للفيديو باش تعم الفائده ان شاء الله. باش نخدموا هذا الموديل كنحتاجوا 8 ديال الالوان. هانتوما البنات انا عندي هنا 8 ديال الالوان، لان كل مثلث غنديروه بلون. غتكون الدائره عباره عن مثلثات، وكذلك اللون الارضيه اللي هو تاسع لون. في البدايه انا فتحت نصف ثقب على الطريقه المعتاده، دائما الطريقه غنخليها لكم في صندوق الوصف. عندي واحد الطريقه هكا فتح نصف ثقب بلا وجود هاد الهبطه ديال الجلابه، وفيديو اخر فيه الهبطه ديال الجلابه غنخليهم لكم في صندوق الوصف. وحاجتنا اننا نخدموا 35 غرزه لهذا الشكل. 35 غرزه توقفت وفتحت نصف ثقب ديالي على هذه الشكله، والان غادي نبداو ان شاء الله التطبيق ديالنا. البدايه غادي تكون عندي من هذا الجانب. انا دخلت هذا الخيط لانه تسالى، وكناخذ 10 ديال الغرز، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حنا الان باقي خدامين بنفس لون الثوب، باقي ما دخلناش الالوان. غنخدم هاد 10 الغرزات وغادي نرجع فيهم كاملين، ثم كناخذ الغرزه ديالي من الثوب بعد ما رجعت، وهاد المره كناخذ 9. 8 9. ما غادي ناخذش هاد الغرزه العاشره، وغادي نرجع تاني في هاد التسعة. اثنان 3 4 5 6 7 8 9. المره الجايه غناخذ 8 ديال الغرز، غنضرب في الثوب ونضرب 8 الغرز ونرجع وناخذ 7 ونرجع 6 5 4 3 حتى كتبقى ليا غرزه واحده. هنا خدمت 3 الغرز، غناخذ من الثوب وناخذ من 3 جوج. نتوما البنات كنرجع في جوج،
كنحاول انني نكمل هذا الخيط ما نبدلوش حتى. هانتوما البنات غناخد غرزه واحده وغادي نرجع فيها على هذا الشكل. كنتحصل على هذا الخط المائل هكا، يعني خدمنا 10، من بعد خدمنا 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ونفس هذا الشيء اللي درنا في الضلع غنديروه في الضلع الاخر. كناخد غرزه من الثوب ثم كناخد 10 الغرز ديالي. ثلاثة 4 5 6 7 8 9 10. ثم كنعاود نرجع فيهم بنفس الطريقه اللي درنا في الجهه المقابله. انا البنات غنخدم هذا الجزء باش ما يطولش الفيديو ونعاودو نتلاقاو. هانتوما البنات كنتحصلوا على هذا الشكل. دخلنا هذوك الخيوط في جوانب الثوب باش نخدموا عليهم. بالنسبه للموديل فاحنا السيده جابت لي هذا، يعني اخترت هذا اللون ديال الجلابه، بغات نفس الالوان، يعني خدينا نفس الالوان اللي كاين في هذه الزواقه في هذه الجلابه، وما ان شاء الله باش غادي نخدموا. غنجيبوا اول لون وغنبداو من هذا الضلع الاول اللي فيه 10 الغرز، يعني هذيك الغرزه هذاك الضلع هو فاش غادي نثبتوا الخيط. انا بديت باللون الاصفر، ثم غناخذوا هاد الغرز اللي بقاو، خدينا 10 هنا و10 هنا هي 20، غتبقى لنا هنا 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وغادي ناخذ من الضلع الاخر، يعني من هذه الغرزه العاشره اللي خدمنا في هذا الضلع، ثم كنرجع في هذه 15 غرزه كامله. غنخدموا هاد 15 غرزه حتى هنا. هانتوما البنات خدمت 14 غرزه، هذه رقم 15. وغادي نرجع، يعني ما غاديش ناخذ من الضلع الاخر، غادي نرجع ثاني، وهاد 15 غرزه غناخذ منهم 14، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 استسمح 11 12 13 14. انتم البنات هاد الغرزه الخامسة عشرة ما غاديش ناخذها وغادي نرجع، ونفس الشيء غادي ندير ملي نوصل هنايا. انا غنوصل هنايا انتم البنات غنضرب حتى لاخر غرزه،
هنايا غادي يكون عندي ضلع مستقيمي، يعني التناقص ما غاديش يكون عندنا في هذا الضلع. غادي نقصو من هنا، خدمنا 15 خدمنا 14 والان غادي نخدمو 13 ونعاودو نرجعو ونبقاو على هاد الشكل حتى كتبقى عندنا غرزه واحده. هانتوما البنات خدمت 13، ما غاديش نضرب في هذا رقم 14 وغادي نرجع في جميع الغرز حتى للراس ونعاود نرجع وناخذ غير 12. صافي البنات فهمنا، يعني هنا ما كنقصوش، كنقصوا من هذه الجهه وهذه الجهه كنخدموا جميع الغرز. هنا راه سالا لي الخيط، يعني غادي نخدم عليه بالطريقه العاديه. هاكا كنشدو غرزه وكنخدموا عليه 2 أو 3 ديال الغرز وكنزيروا مزيان باش ما يبان ليناش هذاك الفارق. نخدم 3 ديال الغرز، من بعد كنرجعوا اللور وكنستمر. هنا البنات راه خدمت 3 ديال الغرز، غناخذ منهم 2 فقط. هذا بالنسبه للمبتدئات، كنحاول انني ندير معكم جميع التفاصيل. غادي نرجعوا في هاد الجوج وغنخليو الثالثه ما نخدموهاش، دائما كنتنقصوا غرزه. كنخدم بينات هاد جوج غرزات، يعني غرزه واحده، لاحظوا، وكنعاود نرجع فيها باش كيبقى ليا الخيط على هذا الشكل. شفتوا البنات، لان هاد الدائره ان شاء الله غتكون على شكل مثلثات. دروكا غنجيبوا اللون الثاني ونشوفوا معكم. هانتوما البنات كنثبت في اول غرزه في هذا الضلع وكناخذ هاد الغرزه اللي عندي، واحد الغريزه عندي هنايا راه هي محسوبه على هذا المثلث الابيض، كنضربها من بعد كنجي لهذا الارتفاع، كنرجع في هذه الغرزه اللي عندي وكناخذ الغرزه الثانيه من الضلع الاصفر، كنرجع في هذه الغرزه وكنعاود نضرب في هذا الارتفاع، كناخذ منه غرزه. ديما هذا الارتفاع ملي نكون راجعه ناخذ منه 2 مرات، نضرب في الارتفاع الاخر، نضرب في هذه الغرز اللي عندي، نضرب في الضلع، كنرجع 1 2 3، كناخذ من هذا الارتفاع كنرجع في هذه الغرز، كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنوصل اخر غرزه هنايا. 1 2 3 4، وكناخذ من الارتفاع وكنرجع في هذه الغرز. 1 2 3 4. هنا فاش رجعوا غنلقى 5 الغرز، 1 2 3 4. كنعاود نضرب في هذاك الارتفاع فاش ضربنا في الاول، هي ال5. 1
وعاد كنجي للارتفاع اللي فوقو، كنضرب في الارتفاع وكنضرب هاد 5 الغرز، 1 2 3 4 5. كنضرب في الغرزة طرف وكنرجع، 1 2 3 4 4 5. كنعاود نضرب في نفس المكان، عاد كناخد الارتفاع، ثلاثة 4 5 6. انا غادي نستمر حتى نوصل هنايا باش تشوفوا الخدمه كيفاش جات. السميح بان هذا الغوز مغلوق شويه ما كيبانش مزيان، ولكن انا حاولت نهضر باش انكم يعني تشوفوا الطريقه. هانتوما البنات خدمت حتى لاخر غرزه، يعني هاد الغرزه هذا الراس العاشر اللي خدمنا هنايا شديت فيه ورجعت الخيط هنايا وتوقفت باش نجيبو لون اخر نطلعو هذا الجزء. هنا جبنا اللون الثالث اللي هو اللون البرتقالي. نتوما البنات غناخد من اول ضلع، يعني من اول ارتفاع غنثبت فيه الخيط. عندي هنايا غرزه باللون الاصفر غنضربها، وغرزه في اللون الابيض، وناخد الارتفاع الاول وغادي نخدم هاد جوج غرزات، 1 2، ونعاود نضرب في الارتفاع بنفس الطريقه اللي الارتفاع الاول. عاد كناخد غرزه من الارتفاع كنرجع في هاد الغرز، 1 2 3. كنعاود نضرب في نفس الارتفاع، يعني في نفس المكان. عاد كننتقل للارتفاع، ثم كنخدم هاد الغرز ديال الوسط، 1 2 3 4. نزيد غرزة في نفس الارتفاع، عاد كننتقل للارتفاع. نتمنى البنات انكم تفهموا. ثم كننزل في غرز الوسط، 1 2 3 4 5. كنضرب في نفس الارتفاع الغرزة السادسة، عاد كننتقل للارتفاع. ثم كنعاود نخدم غرز الوسط، كنضرب في نفس الارتفاع، كنعاود نضرب فيه دقه، عاد كننتقل الارتفاع اللي فوقه عفوا. نستمر البنات بنفس الطريقه حتى نوصل لهذا الراس. من بعد فاش نوصل لهذا الراس الاخير ونجي لهنايا غادي نحسبوا معكم الغرز. وصلنا لهذا الراس او الارتفاع الاخير، كنضربوا فيه غرزه وكننزلوا مع هاد الغرز بهذا الشكل.
هانتوما البنات انتبهوا معايا، حنا بقينا نازلين دوكا غنضربوا في الراس الثاني، يعني في هذاك الارتفاع فاش ضربنا في الاول، حيت دائما الارتفاع كنضربوا فيه 2 مرات وكناخذ هذا الارتفاع، يعني اخر ارتفاع غادي ناخذوه في هذا اللون البرتقالي. هنا دائما خص يبقاو عندكم 5 الغرز باش تعرفوا بان العمل ديالكم صحيح. 1 2 3 4، وهذا فاش شدينا هو 5، لاننا غادي نضربوا فيه 2 مرات. غنحسبوا هاد الغرز نشوفوا شحال عطاونا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كناخذها ثاني من الراس، يعني من الارتفاع، حيت ديما الارتفاع كناخذوا منه 2 غرزات، وحده فاش تنكونوا غاديين وحده فاش كنرجعوا. اذا هذا اللون خص يكون عندنا هنايا 20 غرزه. غندخلوا هذا اللون هنايا، غنخفيوه هكا جانب الثوب حتى نخدموا عليه بهذا الشكل. وقبل ما ندوزو للون الاخر، الا لاحظتوا البنات، انا عندي بان هذا اللون الابيض فاش كنا دخلناه في الثوب انا كانت سالات ليا الفتله. غنجيبوا لون ابيض اخر وغادي نديروا واحد الغريزات هنايا. علاش؟ باش ما تبقاوش تشدوا في الثوب الالوان، باش تجيكم الخدمه مفينيه مزيان. انا غنجيب اللون الابيض غنخدموه هنايا وهنايا، وهذا اللون راه غادي نطلعوا به دائما. تفهمنا البنات؟ دائما غادي نطلعوا به. نتوما الا كانت عندكم باقيه الفتله، يعني باقي عندكم الخيط طويل، راه كتخدموا به غرز. دابا تشوفوا الطريقه ديالهم. نتوما البنات الا كنتو نتوما عندكم الخيط راه غادي تكملوا به. انا ما عنديش الخيط، يعني غناخذ واحد الغريزه فوق هذيك الغريزه البيضاء، ماشي فوقها في الثوب ولكن في الاتجاه ديالها. نزيرها هكا وغنمشي على هذا المنوال هكا، يعني هكا غرز متقاربه. لاننا حنا غادي ناخذوا اللون الثاني، ما بغيناش يبان لينا في الثوب. بين الثوب دائما يكون عندنا اللون ديال الارضيه. بنات على هذا الشكل كنمشيو ونفس الطريقه اللي درنا في هذه الجهه كنديروها في الجهه المقابله. دركا غننتقلوا اللون الاخر. بعد ما نجيبوا اللون الاخر غندخلوا نضربوا في الثوب، يعني في هذوك الغرز اللي خدمنا. الا قلت لكم الثوب يعني في هذوك الغرز، ثم كنخدم بهذا اللون الجديد وكنحسب الغرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. غادي تبقى عندي 1 2 3 4 5، يعني هاد ال15 غادي نعاود نرجع فيهم.
غادي نرجع فيهم كاملين. ثم كناخذ غرزه من الثوب وغادي نرجع في 14 فقط، يعني غنطيح غرزه من هذا الجانب. ثم الغرزه 14 يعني رقم 14 ما غاديش نخدم 15 وغنرجع في 14. وهكا غنبقى غاديه بهذا اللون كنطيح في الغرز من هذا الجانب غرزه 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 حتى تبقى ليا غرزه واحده ونتلاقى معكم.